السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتنا أكلاتنا اليومية. قبل ما نبدأ الفيديو كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه، لايك بقى للفيديو لو عجبك الفيديو، ولو لسه ما اشتركتيش اضغطي لنا اشتراك عشان عيلتنا تكبر بيكم إن شاء الله. شايفين السلطة الجميلة دي بقى من ايد الست ام احمد؟ كنت معزومة عند اخويا وداخلة كده لقيتها لسه بتعمل السلطة، فتحت على طول التليفون وقلت اصور السلطة الجميلة دي كده من ايديها بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. الخضرة جميلة قوي الايام دي، شايفين جمالها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هي كانت بقى ايه، عملت البقدونس والكزبرة والشبت بالشكل ده كده، كانت قطعته ولسه قاعدة بتقطع في بقية الخضار. فقلت لها بقى ايه، اما اصور على طول الفيديو الجميل ده كده واشاركه معاكم طريقتها جميلة في عمايل السلطة. وطبعا الغدا بتاعنا النهاردة، واحنا النهاردة هنتغدى سمك، فاساسي كده عندنا السلطة. بسم الله ما شاء الله بقى بالشكل ده كده. الخضار بتاعنا الجميل الحلو ده، بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا عارفين ان الخضار بيبقى حلو قوي في الشتاء، يعني احلى حاجة تاكليها واحلى خضار تاكليه الايام دي. وعندنا الحاجات الجميلة اللي تتخزن بقى في الايام دي كده زي السبانخ والبسلة والجزر، بيبقى جميل قوي. اليومين دول احسن يومين ان انت تقدري تخزني فيهم الخضار ده. شايفين بقى السلطة الجميلة كده بالالوان بتاعتها، بسم الله ما شاء الله. قطعت هي كده خلاص بقى كل الخضار دي، كان قرن فلفل حامي كده قطعته على السلطة خلاها مشطشطة وجميلة. ودول كده فصين توم برضو، هي متعودة على طول بتعمل الفصين التوم دول كده على السلطة بالشكل ده كده، بيديها طعم جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا بتقطعوا تقطيع صغنون خالص، بسم الله ما شاء الله. بالشكل الجميل ده. ودي كانت بقى ايه السلطة بتاعتنا، وقلبت عليها بقى الخضار الشبت والكزبرة بالشكل ده كده. واحلى طبق سلطة بالشكل الجميل ده. شايفين الالوان بتاعته بيتكلم عن نفسه، بسم الله ما شاء الله. هنا بقى كده دخلنا المطبخ، وهي كانت بتغسل الرز بقى عشان تولع عليه بالشكل ده كده. غسلت هي بقى كده الرز خلاص، وحطت المية بتاعته وطلعت بقى كده حوالي كوباية عشان هتفلفلها. هتحطها كده على النار، تاخد لون احمر ذهبي كده، وبعدين تحط عليه الرز. حطت هنا كمية من الزيت كده محترمة، عشان طبعا هي كمية الرز كبيرة شوية. ونزلت كده بكوباية الرز على الزيت، وبدأت ان هي تحمره كده بالشكل ده مع الزيت. هو بيقعد كده ايه مدة حوالي 10 دقايق كده او اكتر يتحمر فيه بالشكل ده كده، والنار بتاعته تبقى عالية. بسم الله ما شاء الله بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده. ودي المراحل بتاعته بالشكل ده كده. في الاول بيبقى سايب، بعد كده بيتمسك مع بعضه كده ويكتل بالشكل ده كده. بتخبطي عليه بالمعلقة كده بيفك عشان تفككيه من بعضه. شايفين كده دي المراحل بتاعته.
لحد ما بقى باللون الذهبي الجميل ده. شايفين اللون الجميل ده كده؟ ما شاء الله. بتصفي هي كده المية خالص من على الرز، وبتنزل بيه على الرز كده، على الرز المتحمر من غير اي مية خالص، وتبدأ كده تديله تشويحة حلوة كده برضك حوالي 5 دقايق كده، تشويحة حلوة مع الرز المحمر والرز الأبيض لوحدهم كده، ايه، من غير مية ولا أي حاجة. ياخد لهم تشويحة حلوة كده لحد ما يبقاش فيه مية خالص فيه. ونزل كده بايه، بحوالي معلقة ونص من الملح، والتشويح كده ايه 5 دقايق نشوح فيه، والنار تبقى عالية. بالشكل ده كده، بعد ما خدله تشويحة حلوة كده على النار، تبدأ تجيب له بقى المية بتاعته تنزلها عليه بالشكل ده كده، وتغطي عليه بقى وتسيبه يتشرب خالص. هنا بقى كده السمك انا جبته حطيته كده في الحوض بالشكل ده كده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. مسكته بقى ايه واحدة واحدة كده، وقعدته تحت الحنفية واغسل فيه. نغسله كده بالشكل ده كده من راسه، وندخل المية جواه بالشكل ده كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى بيتغسل ازاي كده، واحدة واحدة كده تحت الحنفية، وتدعكيه بالشكل ده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالشكل ده كده هنغسله بقى كله. شايفين جماله؟ ما شاء الله، سمك جميل وطازة. بسم الله ما شاء الله. شايفين السمك؟ الله أكبر. ما شاء الله عليه. هناخده بقى ايه ونطلع على الفرن عادي، اللي هو الفرن البلدي الغاز العادي. السمك بيتشوى فيه بيبقى تحفة. هنا كده الرز خلاص بدأ يشرب، هتوطي عليه بقى وطلعنا نشوف السمك بالشكل ده كده. هنا كده بقى ايه ده اسمها المطرحة، بنحط عليها السمك بالطريقة دي كده، بتطلعه وتحطه في الردة، ويترص على المطرحة بالشكل ده كده. وعندنا هنا بقى الفرن الغاز العادي ده، بيطلع بقى السمك المشوي جميل جدا، والنار تبقى عالية بالشكل ده كده. وبدأت ان هي ترصهم كده في الفرن بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله بالشكل الجميل ده كده بقى. اتفرجوا بقى ايه على التسوية الجميلة بتاعت الفرن ده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى طالع ازاي؟ اللون الجميل بتاعه الاحمر ده، مش اي حد يقعد بردك قدام الفرن. لازم الست ام احمد. بسم الله ما شاء الله، طالع تحفة تحفة تحفة. ما شاء الله. كده طلعنا احنا دور، وبدأنا نعمل في الدور التاني ده. بسم الله ما شاء الله. طلع بقى كده، ورشيت عليه الدقة بتاعته، عبارة عن ملح وكمون وشطة. ده كده الدور التاني جوه اهو. بسم الله ما شاء الله. طلع بقى بالشكل الجميل ده كده، ورشيت عليه الدقة والليمون.
بسم الله ما شاء الله، خدناه على طول من الفرن على الطبلية بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، جميل جميل جميل. وده الرز بتاعنا ما شاء الله. وكانت أكلة جميلة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.